سلام، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين؟ عيني في عينك. انت كويس؟ انت مرتاح؟ كلكم مرتاحين ان شاء الله؟ ان شاء الله دوم يا رب، الله لا يغير عليكم. من يوم ما صحيت احس انه علي ضغط لا يعلم غير رب العالمين. ودي كوافيره، روح حلق، روح زبط السياره، روح شرع السياره، روح سوي مدري ايش. نصيحه، اذا جاك ضغط تحت اي حاجه، تحت اي موقف او اللي يكون صار في حياتك، اكثر من الاستغفار، لانه هذا الشيء الوحيد اللي يقدر يصبرك. لانه طبيعه الانسان سبحان الله مهما صار له لازم اذا صار اي ضغط لازم يزعل الناس اللي حواليه. الناس اللي حواليك هم اهلك بعد يعني، فشيء طبيعي جدا انك ما بتزعلهم او تسوي اي شيء يضايقهم. فنصيحه، اكثر من الاستغفار في وقت فراغك، في وقت اللي تبغاه. خلصنا حلاقة الحمد لله. انتم بنفسكم تقدروا تحكموا اذا زبطني ولا مرة عدمني، لانه انا اللي احسه امانة مرة عدمني صراحة. المهم في هذا الاوقات ما بندقق على اشياء جدا صغيرة، بنروح على طول. المشكلة انه ما تغدينا والله العظيم، وفي نفس الوقت احتاج اني اروح اضبط السيارة باسرع ما يمكن عشان احطها قدام القاعة. تعرفوا مو لازم نتغدى ولا اي حاجة، عشان نستغل الوقت ونروح نزبط السيارة على طول. نروح اي بقالة نشتري لنا اي حاجة، ناكل اي حاجة، ونروح نخلص العريس المسكين بسرعة. هذه سلة ملكة، هذه اتوقع برضه نفس الشيء. انا عند محل التشريع، اول ما وصلت قال لي يا مهند ما ينفع انك تضبط الورود وتحطها برا، لانه بيحط بوكيه قدام وبوكيه ورا. فقال لي يا مهند ما ينفع لانه الشمس بتكون عليها، فخلي الشمس لين ما تختفي بعدها نبدا نشتغل على السياره. هذه المعلومه للامانه مره ما كنت اعرفها. انا من الناس اللي للامانه احب هذا بشكل مو طبيعي. خلينا نقرا بعض الكومنتات على اخر فلوق نزل. انا اول مره اشوف واحد ينزل فلوقات والمتابعين حقين وكل ما لهم ينزلوا. المشاهده ان شاء الله تطلع حبه حبه، لانه دوبنا احنا راجعين. الله يعطيكم العافيه. شوف حتى انا برضه معطي نفسي. هذا انس الفهد يقول ضروري تصور فلوق في الزواج ونشوف رده فعل العريس. ابشر بعد عيني، ها نحط لك لايك. عيال صدقوني بعد سنتين يوصل مليون. الله يسعدك دنيا واخره. شكرا على التحفيز. ها امسك لايك. صدقني واصل وتلقى هدفك. شكرا يا بعد عيني. واصل يا وحش. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يوفقك. انت مشروع يوتيوبر ناجح. شكرا يا بعد عيني. نمنتج شوية عشان نستغل الوقت عبال ما هم يخلصوا. انت كلمني بعدين. وهذا الشكل النهائي من الداخل. نتوكل على الله الآن وعلى القاعة. الحمد لله وصلت البيت، غيرت، لبست زي ما انتم شايفين، شختك بختك كده على السريع، بدلنا وكل حاجه. طبعا انا الان زي ما انتم سامعين صوت القران، هذا بيت العريس. باقي كم شغله كده نسوي في غرفته الجميله هذه بعد عيني ونخلص وبعدين نتوجه على القاعه. اما بالنسبه لسيارتي فقيت اني حطيتها هنا خلاص عند القاعه، ان شاء الله باذن الله يكون مبسوط. والله يعدي ذي الليله على خير، لانه اقسم بالله العظيم تعبت. خلصنا الحمد لله من الغرفه، خلصنا كل شيء، شموع، ورود، مدري. لا المفروض ما نعلم. المهم انه خلصنا من كل حاجه. باقي ايش باقي؟ ما عاد بقى اي حاجه. دلعناك بما فيه الكفايه يا عريس.
وانتهت ليلتنا الحمد لله، وراح العريس البيت وارتحنا اللهم لك الحمد. الان راجعين على البيت ما عاد فينا اي عافيه. يعطيكم الف عافيه على المشاهده يا جماعه الخير. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك، انشر قد ما تقدر في الواتساب، في اللي لازم دائما نلخبط يعني اخر المقطع دائما. المهم نشوفكم على خير. يعطيكم الف عافيه على المشاهده يا جماعه الخير. احبنكم وشكرا على الكومنتات اللي مره جميله قريتها اليوم، ومره اسعدتني. الله يسعدكم ونشوفكم على خير بكره.